بصوا يا حلوين يا جميلين يا جميلين، تعالوا نصلوا على الحبيب ونبتدي بفيديو سريع لان جالنا ضيوف على فجأة بقى وكده. نعمل فيديو السريع ده ان شاء الله، هنعمل فطار حلو سريع. دشيلي كده لايك وتعالي نبتدي في الفيديو بالصلاة على الحبيب، وهتعجبك جدا. تابع الفيديو لحد اخره. التتبيلة دي مخليه ريحة الشقة تبارك الله. عندنا حركات حلوة للشوربة ومظبطينها ومظبطين طعمها، حاجة كده جميلة. وازاي طلعت معانا بالشكل الجميل. الرز ده من غير زعفران وعملنا لون الزعفران ازاي كده. حطينا زعفران، حطينا الزعفران. تعالي نشوف الفكرة ايه. نبتدي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا انا هنا حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة وبصلة. تعالي بقى نبتدي الفيديو الحلو الجميل ده. انا قلت هعمل الحركة دي لان اللي متابعني معايا على القناة، اللي متابع معايا على القناة عارف الحركة الحلوة دي. فانا قلت خلاص بقى، بس انا برجع اعيد الكلام تاني بس عشان البنات الحلوين اللي لسه بيبتدوا مطبخهم ورمضان كريم اول سنة عليهم يعرف. بص كده هنديها تتبيله مع البصله او تقليبه مع البصله، هي اسمها تشويحه عندنا، انا معرفش عندكم اسمها ايه يعني. المهم هتديها تعصيبه حلوه كده مع البصله. قلتلك اسماء كتيره اهو غريبه، بحيث ان انت لو جه قدامك الاسم. احلى عروسه كده بادئه جديد كده اهو. بصي هتجيبي البصله وتحطي عليها حبه معلقه سمنه بلدي او سمنه عاديه. الفيديو اللي احنا عاملينه مع بعض السمنه البلدي اللي عملناها مع بعض، على شويه زيت. تحمري البصله تاخد لون، تنزلي عليها بالبسله. انا عملت طريقه البسله بكذا طريقه معاكي، باللحمه وساده وكل حاجه كذا مره على القناه. وتعالي معايا هنا هنعمل ايه بقى. هنا قرن فلفل، بطاطسايه جزرايه وبصلايه، وننزل عليهم بالفرخه الجميله دي. احنا معناش غير ساعه وعايزين نعمل الفطار، والعصر اذن وراح لحاله. البنات الحلوه تعمل معايا وتولعي العين على الايه الفرخه دي، علشان عايزين نديها تشويح. نهدي النار شويه. هنحط بهار ايه، فلفل اسود نص معلقه زيها على البسله، وهي بتتعصب كده عادي خالص. كزبره هنا معلقه وهنا نص معلقه. كمون معلقه شرح ونص معلقه على البسله. كده احنا بنحيق البسله والفراخ مع بعض في نفس ذات الوقت. ونحط هنا برضو ورقتين لوري، وفي البسله ورقتين لوري. ماشي متابعه معايا انت كده تمام. هنقلب الكلام الحلو ده. حله سخنت ما يجراش حاجه كده. اهم حاجه قلبيها لي كده ببعضها كده. البسله بتاخد سوا، ما تحطلهاش ملح في الاول، حطي نص معلقه سكر. والفرخه دي برضو ايه مش هتاخد سوا. فاحنا اللهم صل على كامل النور هنسيبها كده، هنغطي عليها ونسيبها تتعصب كده مع بعضها وتنشف. ونيجي للبسله الحلوه دي نديها تقليبه. بدات تاخد، بصي لونها يغير كده معاكي ويديك اللون الاخضر الجميل ده، تفضل خضره كده معاكي. التلويحه دي هتديها هتخليها طول السوا بتاعها تفضل خضره معاكي. نعلي كده. هنحط بقى كده معلقتين صلصه. دي الصلصه البيت الحلوه الجميله اللي احنا عاملينها مع بعض. تنسيش هتلاقي برضو عندك على القناه الطريقه بتاعتها. والسبع بهارات اللي احنا برضو عاملينها مع بعض هنحط ربع معلقه عشان ما شاء الله عليها مركزه. وتديها تقليبه كده حلوه
بقى اللهم بارك، حاجه جميله ما شاء الله تبارك الله. معلقه بابريكا، على فكره المعلقه دي معلقه الشاي، يعني في البهار اللي انا حاطاه كله معلقه الشاي الصغيره، مش تروحي تحطي بمعلقه الاكل الكبيره حاجتك تقلب منك طعم تاني، تلدع، تعمل، تبوظ، ما ترجعيش تقولي ده يا الا احط معلقه. انا بوضح لك فكره المعلقه. المعلقه انا بحط معلقه شاي عشان الاكل ما يبقاش مبهر منك جامد. هتحطي كوبايتين ميه وتسيبيها بقى تغلي مع بعضها. ماشي، تعالي ادي بقى الله اكبر على الريحه، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نشفت خالص، بصي ما فيش ميه خالص تحت اهي، شايفه نشفت كل ميتها. بصي نزلت كل الميه، نشفتها خالص ما شاء الله اللهم بارك. نعمل ايه بقى؟ نحط لها الميه بتاعتها. ولو انت شطوره مش زي يعني، لو انت شاطره بقى ومشغله الكاتل بتاعك او مسخنه ميه تبقي اشطر. انا للاسف الميه بتاعتي ساقعه. اوكي بصي كده هنسيبها تاخد غلوه وتستوي، واحنا ما حطيناش الملح ولا في البسله ولا في الفرخه. ارجع لك بقى يا قمر. بصي بقى كده يا حبيبتي، بصي تسبيكتنا بقى، وبصي خضرها وجمالها، بصي اللهم بارك ما شاء الله عامله ازاي. نحط لها بقى الملح، معلقه ملح برضه. لما بدات تخش في السوا وبدات تتسبك حطيت الملح، ما حطيتهوش من بدري. هنزودها برضو كوبايه ميه تكمل تاخد غلوه تانية، تاخد غلوه تانية كده سريعه وخلاص على كده. ايه ده، انا مش عارفه انا بزودها ميه ليه، طب ما ازودها اشربها. عفوا. تعالي شوفي فرختنا الحلوه، بسم الله اللهم بارك. بدات تخش في السوا اهي، كانت منفوخه من ناحيه زي الناحيه بعمل كده متنفسه. شوف انا حطيت هنا ايه، ربع برتقانه ينكه معاك الشوربه، شايفه ميوحش اي حاجه مش حلوه. وحطيت طماطمايه صغيره، دول انا ما قلتلكيش عليهم في التتبيله. كده بقى معانا في بطاطسايه وطماطمايه وجزرايه وبصلايه وربع برتقانايه وقرن فلفل، وده الملح، معلقه ملح. ماشي، تاخد غلوه بسيطه كمان تحت. تعالي بقى نعمل حبه رز حلوين بالخضار. نحط معلقه السمنه وندوبها كده. لو عايزه الرز يطلع معاكي مفلفل حطي معلقه سمنه ومعلقه زيت، يعني حبه زيت وحبه سمنه عشان ما يكبس منك قوي. ما تخليش كل اللهم صل على كامل النور، كل الماده الدهنيه اللي بتحطيها سمنه. هنحط جزرايه ونديها تقليبه في السمنه اللي معانا علشان نعمل حركه جميله جدا وفكره جديده جدا هتعجبك ان شاء الله. عشان الجزر ينزل لون، شايفه اللون الجميل اللي بينزله في السمنه ده، يديكي لون رز رائع 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 رائع، كأنه زعفران طبيعي. لحظه خدي بصي كده اللهم بارك اهو. لو عندك زعفران هنا في الحاله دي تقدري تحطي نص معلقه. الجزر نزل لون حلو، ننزل بالبصله الحلوه دي. احنا عايزين نحط كميه خضار حلوه في الرز، نغير للاولاد عشان رمضان يعدي معاهم حلو كده، وحابين الاكل وحابين الافكار. لحظه برضو البصله تدبل وانزل كده بالرز. ايه ده، الله اكبر الله اكبر، اللهم اني صايمه. وانزل بقرن فلفل اصفر وقرن فلفل احمر، يعني فلفل الوان. ما شاء الله عليا. تقليبه بسيطه كده. بصي بقى كميه الالوان الحلوه دي رائعه. وبعدين لحظه افضي الرز واجيلك. بصي كده حطينا الرز، ندي تقليبه بسيطه كده عشان عايزين ياخد تقليبه برضو في الدسم. بصي بقى لون الرز، اللون مش باين في الكاميرا طبعا، احنا هنا متفقين ان كاميرتي فاتحه، بس انا عندي هنا لون رائع حاجه كده اللهم بارك. انت بس باين لكم لون الالوان الفلفل والجزر. اما تشوفي اللون اللي عمله على الرز، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
حاجه جميله. هتنزلي بنص معلقه كمون. هنا بقى البهارات اللي انت عايزاها، معلقه كزبره. البهارات ده انا عاملاها في البيت عشان كده تحسيها خشنه وبتدي ريحه بقى ما شاء الله. معلقه الملح وربع معلقه فلفل اسود. ايوه كده، ونقلب الكلام الجميل ده. بسم الله ما شاء الله. بصي بقى الرز ده الحبايه من اختها كده جميله ازاي. وتعالي بقى معايا على الفروجه الحلوه دي ونقول اللهم صل على كامل النور. انا مش مكتره الملح في الرز ليه؟ علشان هعقده بالشرب، عشان الكبسه هتخنقني. لحظه وارجع لك عشان وقت الفيديو عليك. بص كده هياخد غلوته بقى وايه، ونرجع اما اجي بقى هياخد الغلوه ويهدى عليه النار على سوا بسيطه. حركات جميله ولحد كده ماشيين حلو. وانتي بفضل الله تعالى اعملي لي لايك. احنا بنجري عشان لسه على الفطار نصايه، فعايزين نلحق نخلص اكلنا. هنشوف ان كانت الفرخه استوت نعملها مع بعض في الفرن. بصي بقى تعالي نعمل ايه تتبيله حلوه للفرخه ديت. ده البرتقال اللي فرمناه مع بعض الحلو ده، ريحته جميله. والثوم ما شاء الله، كمون، فلفل اسود، دي بابريكا وملح. كل حاجه ربع معلقه ما عدا الملح نص معلقه، حتى الزيت نص معلقه. التتبيله دي حلوه جدا بتنكه جامد. عايزين برضو نحل الملح شويه عشان هيفضل مكلكع، مش هتبقى لذيذه الدنيا. هنحط معلقه صلصه من برضو اللي احنا عملناها مع بعض. اتعودي تعملي كل حاجه في بيتك، ما تشتريش الحاجه من بره. الحاجه بره بقى لها تمن، وبقى استغفر الله العظيم يا رب. الحاجه مش هتتعبك، انت ممكن تعملي الحاجه تقعدك شهر وزياده ما تتعبيش، تبقى جاهزه في بيتك، تبقى الحاجه موجوده على طول تطلعي وتعملي. بصي بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صليتي على الحبيب. هتجيبي كده، شايفه الطماطم تدوب الملح. هندوب بس الملح عشان مش حاطين اي نسبه سوائل خالص. اللهم بارك. لحظه اجيب نص ليمونه. نص الليمونه ده بيديها مزازه وريحه حلوه جدا كمان، ويخلي معاكي بيقوي النكهه معاكي في الشوى بالذات. حطيه في اي وصفه راح تشوي او راح تحمري او راح اي حاجه حطيها. وتعالي نسمي الله ونجيب بطل الحلقه. بطل الحلقه ونعمل عليه كده بالفرشه كده ورشي. وبهدلي الكاميرا بتاعتك عادي، خدي راحتك في مطبخك بقى ومحدش ايه مأثر عليكي. لو انت متابعاني لحد هنا وما شاء الله عجبتك كل الحاجات الجميله اللي عملناها والافكار الحلوه والسريعه مع بعضها في نفس الوقت، اعملي لي لايك جميل. ويا رب يا رب يا رب تفتكريني بفكره حلوه فتعملي لي كومنت حلو زيك. الواحد بيتعب عشان يديك الفكره. انا كنت هولع واطبخ وخلصنا وخلاص، بس عشان احنا بقينا اسره مع بعض وعيله بتعب عشان اديك الفكره. اديني لايك من عندك عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد من المشاهدين، يبقى احنا الاتنين ردينا على بعض بالخير دايما، وربنا دايما يجعل عندنا فكره حلوه لبعض تكون جلابه خير يا رب. بصي كده خلاص هولع الفرن وادخلها فيه علشان خلاص بقى ايه قربنا على الفطار، على بال ما نبص على بسلتنا ورزنا ان شاء الله ونغرف مع بعض. بصي هذا الرز بتاعنا اللهم بارك اهو. بس اعمل ازاي اهو، شايفه؟ اغرفه برضو واجيلك انا بوريكي السوا. بصي سوا اهو، اغرفها واجيلك. بصي بقى ما شاء الله بسلتنا. بصي بصي خضرها الغبار البخار متغرخب بيها. بصي اللهم بارك، شايفه ريحتها روعه. السمنه اللي عملناها روعه. ما تنسيش بقى تشيلي ورق اللوري
بدل ما توديه في الطبق كده. بصي بقى ايه، تعالي شوفي جمالها وسواها، واللهم بارك، ربنا بارك لنا في الوقت ولحقنا الحمد لله. القرآن شغال بره، دينا نغرف الفطار. شوفوا فطارنا البسيط السهل جميل وخفيف ولذيذ. تعالي بصي كده، جنبيه بقى طبق مخلل، وقدمي بقى بشكل حلو كده رشة زبيب. بنتي ما بتحبش الزبيب ده، تقدميه بزبيب وزداني، تدي رشة كده من الجنبين كده. انا سيبك من بنتي، هوريكي الفكرة. ايه، لقيت واحدة سودا في العلبة. بصي كده، تدي رشة كده وعلى الرز كده داير داير كده، ماشي اهو. ان كنت وصلت معايا الفيديو لحد هنا وعجبتك تتبيله الفراخ دي، عامله ريحه في الشقه جهنميه حاجه كده، اللهم بارك. ان كنت وصلت معايا بالفيديو لحد هنا، اعملي لي لايك وشير وفعلي الجرس واشتركي في القناه ودوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل اشعاراتنا. واستودعك في الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.